تسمع الكواسر خذ رأس ونسل باقر لون خيط وقلت عايد افزع الخيل الطوامر. النبي جدنا ورجانا ومن قريش العز جانا من مضر معدو كنانه عدنانيين المفاخر. احنا الشيمة احنا حشيمة من عهد كعب وخزيمة وهشيمة جف وكريمة مثل بالعالم نوادر. بالمعارك والملاحم جدنا كرر الهواشم اسألوا دخيل حاكم للدخيل احنا عساكر. يا بتسمع الكواسر خذ رأس ونسل باقر لون خيط وقلت عايد افزع الخيل الطوامر. البقارة واحذر احذر الذباح الموت الاحمر علي الخالع باب خيبر بدوتنا وبهم تفاخر. سباع الابرز. الآن أحبابنا في الله إلى تلاوة وقراءة بيان تأسيس المجلس العسكري لقبيلة البقارة. بيان تأسيس المجلس العسكري لقبيلة البقارة الهاشمية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما أجمل القبلية والعشائرية إن تفيأت تحت مظلة شرع ربنا وصلة الرحم، فهي ليست كما يظن البعض أنها عصبية جاهلية ولا تمت للدين بصلة، بل إن سبب غزوة وفتح مكة المكرمة كان غيرة المسلمين بعد أن أغارت عليهم قريش غيرة ونخوة وفزعة لقبيلة خزاعة التي كانت في حلف المسلمين بعد أن أغارت عليهم قريش ونقضوا صلح الحديبية وقتها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقسم جيش المسلمين حيث جعل لكل قبيلة جهة ولواء تدخل منه، وفي هذا التقسيم من القوة والحكمة الخير الكثير. وقال لهم حينها: إذا عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، مما جعل كل قبيلة تتفانى حتى تحقق النصر من جهتها والوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من هدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ويعني المشروعية أيضا والولاء والبراء تحت مظلة شرع ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ديدن الصحابة من بعد الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا عمر بن الخطاب وأيضا خالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: تمايزوا أيها الناس. وانطلاقا من هذا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظرا للظروف الراهنة الصعبة والحساسة التي تمر به ثورتنا الغالية من تكالب وآمر قوى الشر والإرهاب من النظام المجرم وميليشياته والأحزاب الانفصالية المجرمة، ومن منطلق حق الدفاع والمقاومة لكل حر غيور وأن يأخذ دوره في كل مرحلة وخاصة معارك الشرف والعز والتحرير، ومن أجل مساندة ودعم كل الإخوة الثوار الغيار الأحرار. إننا أبناء ورجالات قبيلة البقارة الهاشمية الأحرار، وبعد اجتماعات عدة ومشاورات مكثفة نعلن عن تشكيل المجلس العسكري لقبيلة البقارة الهاشمية. هذا المجلس الذي يضم خيرة رجالات القبيلة بل وكل ثوار القبيلة الأحرار الذين تشهد لهم الساحات على تراب سوريا الحبيبة، وسطر التاريخ بأحرف من ذهب بطولات أبنائها وتضحياتهم بالغالي والنفيس. وننوه أيها الكرام أن مجلسنا العسكري هذا لا يتبع لأي جهة، وهو على مسافة واحدة من كل الفصائل الثورية، وسيكون أيضا إن شاء الله مجندا لخدمة الثوار وخدمة الثورة وأهلها حتى تحقيق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
كما أيضا نوه أنه سيكون أيضا من الأوائل المشاركين في معركة التحرير القادمة للخلاص من النظام المجرم وميليشياته الداعمة له أيضا، وكذلك تحرير مناطق شرق سوريا الحبيبة في الجزيرة والفرات من إجرام عصابات قنديل الإرهابية بإذن الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. النصر لثورتنا والرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء العاجل لجرحانا. وعاشت سوريا حرة أبية والحمد لله رب العالمين. إلى كلمة شيخنا وحبنا الشيخ يوسف أبي حسن فليتفضل محفوفا برعاية الله مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله كل الشباب، حيا الله ولد عمي، حيا الله الضيوف، كل فرد باسمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أبارك لأخواني وأبناء عمي في قبيلة البقار الهاشمية بتأسيس المجلس العسكري الثوري، وأشد على أيديهم ووجه ندائي لكافة القبائل والعشائر لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة، وأن يكون يدا واحدة حتى تحقيق أهداف ثورتنا الغالية في ظل هذه الظروف الصعبة، وأن تأخذ العشائر دورها الحقيقي. فيد الله مع الجماعة وما خاف قوم تعاونوا أبدا، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير. تكبير! الله أكبر!